ازيكم يا ابطال؟ افهمها صح. النهارده هنبدا مع بعض الجزء الثالث من حل تمارين 4 على درس قوانين الجذور التربيعيه والتكعيبيه، وكملوا معايا للنهايه علشان تفهموا الحل خطوه بخطوه وبكل سهوله. ويلا بينا نبدا على طول. كنا وقفنا عند الجزء الخامس. يلا بينا بقى مع اول سؤال. مديك جذر الستة، عايزين نضربها في القوس كله. يبقى نعمل ايه؟ نضرب جذر الستة دي مره في الاولاني ومره في التاني. يبقى طب ازاي كنا بنضرب جذر الستة في جذر التلاتة؟ كنا نفتح القوس بتاعنا ونضرب 6 في 3، و6 في 3 ب 18، ناقص جذر الستة في جذر الاتنين، كنا نفتح قوس و6 في 2 ب 12. ندخل بقى في الجزء بتاع درس النهارده. عندنا الجذر 18 ديت كانت كام في كام؟ 2 في 9، ناقص هنفتح الجذر ال 12 دي كام في كام؟ 3 في 4. طب انا عندي جذر الاتنين دي ليها حاجه؟ لا. طب جذر التسعة ب3 فتبقى 3 جذر الاتنين، ناقص جذر التلاتة. جذر التلاتة ليها حاجه؟ لا. طب جذر الاربعة ب2 فتبقى 2 جذر التلاتة، ونسيبها زي ما هي. ندخل بقى في السؤال التاني. مديني 5 جذر الاتنين وعايزين نضربها برضو في القوس، فهيبقى الاول في الاول وبعدين هنضربها برضو في التاني. فعندنا هنا 5 جذر الاتنين دي لما اجي اضربها في 2 جذر الاتنين، فانا هبقى اضرب ايه الاول؟ ال5 في الاتنين فهتبقى ب10 في الجذر 2 في الجذر 2 ب2، يعني ضربت العامل في العامل والجذر في الجذر، زائد ال5 هنا طبعا في 1، 5 في 1 ب5، جذر الاتنين في جذر ال12 بنفتح جذر كبير ونقول 2 في ال 12 اللي هو ب 24. 10 في 2 بكام؟ ب 20، زائد الخمسة هنسيبها زي ما هي. الجذر ال 24 دي كام في كام؟ 4 في الستة، يبقى عندي 20 زائد جذر الأربعة بيطلع لي باتنين. الاتنين دي هضربها في الخمسة اللي أصلا بره تبقى 10 جذر الستة. ندخل في سؤال رقم 3. القوسين زي بعض باختلاف الإشارة، يبقى الأول في الأول والتاني في التاني. يبقى عندنا 3 جذر الخمسة في 3 جذر الخمسة، 3 في 3 ب9، جذر 5 في جذر 5 ب5، والناقص هو اللي يكسب. جذر 7 في جذر 7 ب7، يبقى عندنا 9 في 5 ب45، ناقص السبعة تبقى بتساوي 38. سؤال رقم 4. مديني قوس تربيع. الأول تربيع، الأول في التاني في 2، الأخير تربيع. دايما لما الاقي قوس تربيع احنا خلاص بقينا عارفينها. الأول تربيع، الأول في التاني في 2، الأخير تربيع. يلا الأول تربيع يعني جذر 3 في جذر 3 بكام؟ ب3، ناقص الأول في التاني في 2. تعالى اكتبها لك علشان ما تتلخبطش. الأول في التاني في 2 يبقى تبقى 2 في جذر 3 في جذر 2، والأخير تربيع يعني جذر 2 في جذر 2. طبعا هتبقى كده بقت موجب لأن هنا في سالب، يعني هتبقى سالب جذر 2 في سالب جذر 2، فهتبقى بموجب 2. يبقى عندنا هنا 3 زائد 2 ب5، وكمان عندنا 2 جذر 3 في جذر 2 بناقص 2 جذر 6. ندخل في سؤال رقم 5. مديني بقى المرة دي حاجتين مع بعض. أول حاجة قوس تربيع، يعني كنا بنفكه ازاي؟ الأولاني تربيع، الأول في التاني في 2، الأخير تربيع. الأول تربيع جذر 3 في جذر 3 ب3، جميل. وزائد بعد كده الأول في التاني في 2، يعني 2 في جذر 3 في جذر 5، يعني هنعمل 2 وهنضرب جذر 3 في 5. الأخير تربيع يعني عندنا جذر 5 في جذر 5 ب5، يبقى 3 و5 8، زائد 2 جذر 15. وطبعا عندنا هنا ناقص 60 فهتبقى ناقص جذر 60 دي هتبقى 4 في 15. عندنا يبقى 8 زائد 2 جذر 15، وناقص عندنا جذر 4 ليه جذر اللي هو 2 جذر برضو 15. هنا دي بالموجب ودي بالسالب هيروحوا مع بعض، فالإجابة هتطلع 8. سؤال رقم 6. سؤال رقم 6 بقى دوت لمم لك يعني كذا فكرة من اللي احنا قلناهم. أول حاجة جذر 18، يبقى هنحط الجذر 18 كام في كام؟ 2 في 9، ناقص أنا قايله لك قبل كده إن أنا لما بلاقي في المقام جذر ده مش مستحب فأنا بشيله. بنشيله ازاي؟ عندنا لما بتبقى 12 على جذر تربيعي، فكنت بقول لك نضرب المقام دوت مرة هنا جذر 6 على جذر 6، زائد بيديك المرة دي جذر 2 عايزين نضربها، يبقى هنضربها هنا مرة وهنا مرة. أول حاجة جذر 2 في 2 جذر 3 بضرب العامل لوحده، يعني هنا في 1 يبقى 1 في 2 ب2، وجذر 2 في جذر 3 بنفتح جذر كبير وبنحط فيه 2 في 3 فتبقى جذر 2 في 3 ب6، ناقص عندنا هنا 1 في 3 ب3، بعد كده هنحط الجذر 2 زي ما هو.
جذر الاتنين ليها حاجة؟ لا. طب جذر التسعة بتلاتة، يبقى تلاتة جذر الاتنين ناقص 12 في الجذر الستة، وتحت هتبقى جذر ستة في جذر الستة بالستة، زائد 2 جذر الستة ناقص 3 جذر الاتنين. يلا بقى حط لي ده كله كده هوت على الآلة. أول حاجة أصلا ده عندك كده إيه، موجب وسالب راحوا مع بعض، ودوت لما تحطولي على الآلة هتطلع لك الإجابة بتساوي 0. ندخل بقى في سؤال رقم 6. المرة دي غير الفكرة، عايز قيمة. بيقولك اكس جذر 32 بتساوي 2 جذر 50 زائد جذر 72. هنعمل زي اللي احنا بنعمله عادي جدا، وهنشوف الإجابة هتطلع ازاي بكل سهولة. هنحط الاكس أول حاجة. احنا عندنا جذر 32 كام في كام؟ 2 في 16 بتساوي 2 جذر 50 2 في 25 زائد 72 كام في كام؟ 2 في 36. عندنا هنسيب الاكس زي ما هي، وعندنا جذر الاتنين دي ليها حاجة؟ لا، يبقى هنسيبها. وعندنا جذر 16 ب4 بتساوي الاتنين زي ما هي. جذر الاتنين ليه حاجة؟ لا، يبقى هيتساب زي ما هو. جذر 25 ليه الخمسة، يبقى 5 في 2 ب10، يبقى 10 جذر الاتنين زائد جذر الاتنين ليه حاجة؟ لا، ده بجذر 36 ب6، تبقى 6 جذر الاتنين. يبقى عندنا 4 اكس جذر الاتنين بتساوي 10 زائد 6 16 جذر الاتنين. يبقى عندنا الجزء اللي هنا ده بيساوي اللي هنا، لان عندنا جذر 2 بتساوي جذر 2، يبقى 4 اكس بتساوي 16. يبقى عندنا 4 اكس بتساوي 16، يبقى هنقسم هنا على 4 وهنا على 4، يبقى اذا اكس عندنا بتساوي 4 لانها بتساوي 16 على 4 فيها 4. ندخل في سؤال رقم 2، هيثبت لنا برضو المعلومة اكتر. عندنا اكس جذر التكعيبي ل10 دي ملهاش اختصار، هتتساب زي ما هي. يبقى اكس الجذر التكعيبي ل10 بتساوي الجذر التكعيبي ل80. ال80 دي كام في كام؟ 8 في 10 ناقص، خلينا نحطها هنا. عندنا الجذر التكعيبي ل270 اللي هو كام في كام؟ 27 في 10. حلو. يبقى عندنا هنسيب الاكس والجذر التكعيبي ل10 ده زي ما هو بتساوي. عندنا الجذر التكعيبي ل8 بكام؟ ب2، تبقى عندنا 2 الجذر التكعيبي ل10 ناقص. طب انا عندي الجذر التكعيبي ل27 بكام؟ ب3 الجذر التكعيبي ل10، يبقى عندنا اكس الجذر التكعيبي ل10 بتساوي 2 ناقص 3 ب-1، وهنحط الجذر التكعيبي ل10. يبقى عندنا الاكس بقت بتساوي كام على طول؟ -1. هتقولي هنا ايه؟ احنا الواحد ما بنكتبوش، يبقى عندي على طول الاكس بتساوي -1. ندخل في الجزء السابع. أول سؤال بيقولك إذا كان 2 جذر 24 بتساوي ب جذر 6. وطبعا في جزء تاني من السؤال، بس احنا هناخد جزء. أول حاجة هو عايز يجيب البي والاي، احنا الجزء دوت بتاع البي، يبقى عندنا هنحط الاتنين عادي وهنحط الجذر. عندنا 24 دي كام في كام؟ هتقولي 3 في 8. هقولك جميل، طب مش كمان تنفع 4 في 6؟ هتقولي طب وانا اختار انهي بقى؟ طب ما الاتنين ينفعوا. هقولك اختار 4 في 6. اشمعنى؟ لان عندك الناحية التانية في بي جذر 6، فاحنا عايزين حاجة فيها 6، احنا محتاجينها علشان يبقوا 2 زي بعض فلاقي البي. تعالى هقولك ازاي. يبقى احنا عندنا 2 جذر هتبقى 4 في 6 بتساوي بي جذر 6. عندي الاتنين زي ما هي. جذر 4 بكام؟ ب2، يبقى هتطلع لي هنا 2 جذر 6 بتساوي ب جذر 6. 2 في 2 ب4، يبقى 4 جذر 6 بتساوي ب جذر 6. هنا جذر 6 وهنا جذر 6، يبقى عندي البي بقت بكام؟ بتساوي 4. عرفت ليه قلت لك نختار 4 في 6؟ حلو. الجزء التاني بيقول لك 4 جذر 5 بيساوي 2 جذر الاي. يبقى عندنا انا قايله لك قبل كده ان انا لما الاقي ال4 دي انا ممكن اخليها كام في كام؟ 2 في 2، وادخل 2 واحده منهم جوه الجذر. ازاي يعني؟ هتبقى عندنا بقى فاضل 2 بس بره جذر ال5 زي ما هي، والاتنين طبعا لما تدخل جوه بتدخل بايه؟ بال4. حلو. بتساوي 2 جذر الايه. يبقى عندنا
الاتنين زي ما هي، جذر الخمسة في 4 بكام؟ ب20، بتساوي 2 جذر الايه. يبقى كده هنا 2 وهنا 2، يبقى الايه بتساوي كام؟ 20. يبقى انا جبت الايه وجبت البي، هو عايز ايه؟ مجموعهم 20 زائد الاربعة، تطلع الاجابة 24. السؤال التاني مديني قيمة للاكس وقيمة للواي، وعايز بقى مرة بالضرب ومرة اسمة وهكذا في ابسط صورة. اول حاجة عايز اكس في واي. اكس عندنا بكام؟ بجذر 3 زائد جذر 2 في الجذر 3 ناقص جذر 2. بنعمل ايه؟ نفس القوس، نفس كل حاجة باختلاف الاشارة، يبقى الاول في الاول والتاني في التاني. جذر 3 في جذر 3 ب3، والناقص يكسب جذر 2 في جذر 2 ب2 بتساوي 1. تاني حاجة عايز اكس على الواي. الاكس ديت اللي هي جذر 3 جذر 2 على الواي جذر 3 زائد جذر 2 ناقص. انا دلوقتي علشان اوصل الكسر اللي عندنا ده لابسط صوره اعمل ايه؟ اضرب في المرافق. اللي هو ايه المرافق؟ ان انا اخد المقام واغير الاشاره. هقوم ضربه في المرافق، يبقى اخد جذر 3 زائد جذر 2 على جذر 3 زائد جذر 2. جميل. يلا بقى نضرب البسط في البسط. عندنا هيبقى جذر 3 زائد جذر 2، وهنضربها تاني في جذر 3 زائد جذر 2. يبقى انا ممكن اعملها ازاي؟ تبقى جذر 3 زائد جذر 2 الكل تربيع على الجذر 3 في جذر 3 ب3 ناقص يكسب جذر 2 في جذر 2 بال2. كده المقام بقى عندي ب1، يعني الإجابة بقت البسط بس. تعالى بقى نفك البسط دوت. الأول تربيع ب3 زائد الأول في التاني في 2، يعني أنا عندي 2 وهنفتح جذر كبير ونقول 3 في ال2 هتبقى ب6 زائد الأخير تربيع بالاتنين. 3 زائد الاتنين ب5، تبقى الإجابة 5 زائد 2 جذر 6. تالت سؤال بيقولك اكس ناقص 1 على اكس الكل تربيع. تعالى نعملها حتة حتة كده. عندي أول حاجة الاكس معانا، طب عندنا الواحد على الاكس. الاكس بكام؟ بجذر 3 زائد جذر 2. طب أنا عايزة أبسطها لأبسط صورة، أعمل إيه؟ أضرب في المرافق. يعني أعمل إيه؟ أغير إشارة المقام، يعني جذر 3 ناقص جذر 2 على جذر 3 ناقص جذر 2. جميل. يبقى عندنا الكلام ده بيساوي إيه؟ بيساوي هنقول الواحد في البسط التاني، يعني هتبقى جذر 3 ناقص جذر 2، وتحت هتبقى جذر 3 في جذر 3 ب3، والناقص يكسب جذر 2 في جذر 2 ب2. كده وصلنا ان المقام بقى ب1، يعني انا بقاش عندي غير البسط اللي هو بجذر 3 ناقص جذر 2. يلا بقى نروح لسؤالنا الاساسي. كان بيقول لي ايه؟ تعالى نعملها هنا عشان تبقى واسعة. بيقول لي ان الاكس اللي هي جذر 3 زائد جذر 2 دي كده هو ناقص الواحد على الاكس اللي انا اختصرتها بقى خلاص، وبقت عندنا ايه؟ بجذر 3 ناقص جذر 2. بس استنى، حط دي كمان كده اهو في قوس صغير. ليه؟ لان السالب اللي هنا ده مضروب فيها كلها، وده كله تربيع. يعني هتبقى عاملة ازاي؟ يعني هتبقى جذر 3 زائد جذر 2، الناقص ده لما يدخل هيبقى ناقص جذر 3، والناقص وناقص يبقى موجب جذر 2، وده كله تربيع. طب انا عندي هنا دي بالموجب ودي بالسالب هيروحوا مع بعض. كده بفاضل لي ايه؟ جذر 2 زائد جذر 2 ب2 جذر 2، وانا عايزة كلها تربيع. تطلع الإجابة 2 تربيع، يعني 2 في 2 ب4. طب جذر 2 تربيع، يعني جذر 2 في جذر 2 تطلع لي ب2. طب 4 في 2 ب8. ندخل بقى في السؤال رقم 3. برضو مديني A و B، وعايز كام حاجة كده وتبقى في أبسط صورة. أنا كتبت لك أول حاجة طلب عندنا A زائد ال B الكل تكعيب. كتبت لك قيمة ال A زائد قيمة ال B الكل تكعيب. فطلع لي هنا إيه؟ في واحد بالموجب واحد بالسالب راحوا مع بعض، ففضل الجذر التكعيبي ل5 زائد الجذر التكعيبي ل5، يعني 2 الجذر التكعيبي ل5 الكل تكعيب. يعني عندنا الاتنين ديت هتتضرب 3 مرات في نفسها فتطلع ب
8. وعندنا الجذر التكعيبي لل5 هيطلع لي 5، يبقى 8 في 5 ب40، وكده يبقى الاولاني خلص. السؤال التاني بيقول لي A في B، كتبتها لك برضو A في B. طب انا عندي هنا القوسين زي بعض باختلاف الاشاره، يبقى الاول في الاول والتاني في التاني. الجذر التكعيبي في ال5، الجذر التكعيبي لل5 في الجذر التكعيبي لل5، يعني هنفتح جذر التكعيبي كبير وهنضرب 5 في 5 فهتبقى 25، يعني يبقى الجذر التكعيبي لل25، وطبعا الناقص هو اللي هيكسب. طب عندي الجذر التكعيبي للاتنين في الجذر التكعيبي للاتنين، يبقى عندنا الجذر التكعيبي لل4، وهنسيبها زي ما هي كده. ندخل بقى في الجزء الثالث، بيقول لي A تربيع ناقص الB تربيع. كتبتها لك برضو اختصارا للوقت. يبقى عندنا تعالى بقى نفك كل قوس لوحده الاول، يعني الاولاني تربيع يبقى الاول تربيع، الاول في الثاني في 2 والاخير تربيع. جميل. الجذر التكعيبي لل5 لما يبقى تربيع يبقى عندنا الجذر التكعيبي لل25 زائد الاول في الثاني في 2، يعني هتبقى 2 الجذر التكعيبي تحت الجذر التكعيبي يبقى 5 في 2 اللي هو ب10. الاخير تربيع. الجذر التكعيبي لما يبقى تربيع يعني جذر تكعيبي جذر التكعيبي للاتنين في جذر التكعيبي للاتنين، فتبقى الجذر التكعيبي لل4. كده اول قوس ناقص، نفتح ده قوس كبير بقى لان الناقص ده هيدخل جوه القوس كله. نركز في الجزء دوت لانكم بتلخبطوا في الاشارات. عندنا الجذر التكعيبي لل5 الكل تربيع لسه قايلينها، يبقى الجذر التكعيبي لل25 الاول في الثاني في الاتنين، الاول في الثاني في 2 ناقص 2 الجذر التكعيبي لل10. الاخير تربيع هيبقى بقى موجب لان هيبقى ناقص في ناقص، فبقى موجب الجذر التكعيبي لل4. لسه السالب دوت هيدخل في القوس كله. كده يبقى عندنا الجذر التكعيبي لل25 زائد 2 الجذر التكعيبي لل10 زائد الجذر التكعيبي لل4. طبعا الناقص ده هيبدأ يدخل فهتبقى ناقص الجذر التكعيبي لل25 ناقص وناقص زائد 2 الجذر التكعيبي لل10 ناقص زائد الناقص طبعا هو اللي بيكسب، يبقى ناقص الجذر التكعيبي لل4. تعال نشوف مين هيروح مع مين. دي بالموجب ده بالسالب راحوا مع بعض، دي موجب وموجب لسه. طب دي بالموجب ودي بالسالب راحوا مع بعض، دوت اللي فضل لنا 2 و2 4 الجذر التكعيبي لل10. ندخل في سؤال رقم 4. مديني اكس ومديني واي. تمام الاكس مظبوطه، طب بس هو مديني الواي بتساوي ايه؟ 3 على الاكس، يعني هو بيقول لي ان الواي بتساوي 3 على الاكس اللي هو مديها لي اصلا جذر ال5 زائد جذر ال2. طب انا كده هي مظبوطه؟ لا ده انا عايزه محتاجه اضرب في المرافق، يبقى هتبقى جذر ال5 ناقص جذر ال2 على جذر ال5 ناقص جذر ال2، يبقى هتطلع عندي ايه؟ هتبقى 3 في جذر ال5 ناقص جذر ال2 على تحت هتبقى جذر 5 في جذر 5 ب5 ناقص جذر ال2 في جذر ال2 هيبقى ال2. يعني كده المقام طلع عندي كام؟ 5 ناقص ال2 ب3، يبقى ال3 دي هتروح مع ال3 اللي تحت، فالواي كده طلعت بتساوي جذر ال5 ناقص جذر ال2، يعني طلعت مرافق الاكس. اول حاجه بقى هو بيقول لي عليها اكس ناقص الواي. جميل. طب الاكس عندي جذر ال5 زائد جذر ال2 ناقص الواي اللي هي جذر ال5 ناقص جذر ال2. خلي بالك في ناقص هنا هيدخل جوه، يعني هتبقى جذر ال5 زائد جذر ال2 ناقص جذر ال5 زائد جذر ال2. هنا في موجب وهنا سالب هيروحوا مع بعض، فطلعت 2 جذر، هتبقى جذر ال2 زائد جذر ال2 فتبقى 2 جذر ال2. تاني حاجة عايز الواي على الاكس. جميل. عندي الواي بايه؟ بجذر ال5 ناقص جذر ال2. طب الاكس بجذر ال5 زائد جذر ال2. طب انا ازاي ابسط الكلام دوت؟ سامعاك، برافو عليك. هنضرب في المرافق، يبقى هتبقى جذر ال5 ناقص جذر ال2 على جذر ال5 ناقص جذر ال2. نعيد تاني المرافق دوت اللي هو عكس شرط الايه؟ المقام. جميل. تعالى بقى نظبطها. يبقى عندي جذر ال5 ناقص جذر ال2 في جذر ال5 ناقص جذر ال2 تاني، يبقى هنفتح قوس وهنقول جذر 5 ناقص جذر ال2 الكل تربيع. طب تحت جذر 5 في جذر ال5 ب5 الناقص جذر 2 في جذر 2 ب2، يبقى عندي تعالى بقى نفك
قوس التربيعي فوق يبقى جذر الخمسة تربيع، يبقى جذر الخمسة في جذر الخمسة ب5. الأول في التاني في الاتنين تطلع لي ناقص 2 جذر العشرة. الأخير تربيع يبقى زائد الاتنين على الخمسة ناقص الاتنين ب3. يبقى الإجابة طلعت لي 5 زائد الاتنين، يبقى 5 زائد الاتنين ب7. ثواني، 7 ناقص 2 جذر العشرة على التلاتة. وبكده نكون خلصنا الجزء دوت من حل التمارين. استنونا في الجزء الرابع علشان الفيديو ما يطولش عليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة، ومع السلامة.